طيب ذكية ولا بتتعب ولا بتدخل مستشفيات، بس بتحب تدخل في الحوار كالمعتاد يعني وتسأل. عندك سؤال يا ذكية؟ يا ريهام، أنا مش بتعب، بس ممكن أهنج عادي. برحب بيك يا سيادة المستشار. اهلا بيك يا زكية. وعاوزة أسألك، هل في فرق بين الخطأ الطبي والإهمال الطبي في القانون؟ زكية تسأل سؤالا يختلط على الكثيرين من العوام. فكثيرا من الناس يعتقد بأن الخطأ الطبي والإهمال الطبي هما وجهان لعملة واحدة، الاثنين زي بعض يعني. لكن حديث المختصين يختلف لا محالة. الخطأ الطبي هو أي قصور أو أي خطأ يقع من قبل الطبيب، حتى ولو راعى في هذه المسألة الأعراف والأصول المهنية المتعارف عليها. زي إيه مثلا؟ أنه يجري عملية جراحية لمريض بتشخيص خاطئ. أما عن الإهمال الطبي فهو عدم اتباع الأصول المهنية المتعارف عليها طبيا ومهنيا، زي انه بينسى اداة من ادوات الجراحة داخل جسم المريض، انه يقصر في عدم متابعة المريض بعد اجراء العملية او اجراء عملية معينة في شأن المضاعفات وخلافه. ومن هذه المسائل يوجد او يكون الاختلاف بين الخطأ والإهمال. والخطأ دائما، لأنه في بعض الأحيان لا يرقى لمستوى الإهمال، لأن احنا قلنا في فرق، عندنا خطأ طبي بسيط وخطأ طبي جسيم. بالظبط.